سيخاطب في الفضيلة وفي المسار السياسي. أستاذ وليد، برأيك أو نفس السؤال اللي سألته الأستاذ دلولة، لماذا الآن يتم توقيف هؤلاء؟ وما الذي سيحكم برأيك مسألة خروجهم من هذا التحقيق سالمين أو مسألة تحويل التوقيف إلى اعتقال وسجن؟ ما الذي سيحكم هذه المعادلة ولماذا اعتقلوا الآن؟ أولا مساء الخير، تحية لشعبنا الجزائري العظيم وأمتنا العربية والإسلامية المجيدة، تحية لك والأخت دلولة من بيروت. أعود إلى سؤال التاريخي الهام جدا. من كان يعتقد أن الملقب برب الجزائر يصبح الآن بين مخالب الجيش الوطني الشعبي وما بين مخالب العدالة الجزائرية؟ من كان يعتقد هذا؟ من كان يتصور أن طرطاق بشير سيكون متهما ومقبوضا عليه ومتابعا في قضايا لا نعلم، لكنها ظاهر جدا أنها ثقيلة جدا بالنسبة للشخصين. ومن كان يعتقد أن سعيد بوتفليقة رجل النفوذ ورجل الهاتف الأول، المهاتف المرعب رقم 1 في الجزائر، سيكون وراء القضبان. هذا حدث تاريخي هام جدا بالنسبة لتاريخ الجزائر. هذا ما جاء به جيشنا الوطني الشعبي، وقد كان وجه عدة تحذيرات لهؤلاء، واليوم تم القبض عليهم في حالة تلبس في اجتماع غير رسمي، في اجتماع معلوم ماذا يأتي من وراءه، هو جر البلاد إلى العنف وإلى الاقتتال. السيد المجاهد قائد الأركان كان قد وجه لهم تحذيرات عديدة، وكنت قد تكلمت أمس أنا في أحد المواقع الإلكترونية وحذرت من استمرار هؤلاء في وهم خارج السجن. بس الآن أستاذ وليد، هذا الاجتماع الذي تتحدث عنه يذكرني باجتماع آخر تحدث أو سرب فحوى الرئيس السابق اليمين زروال قبل تنحي الرئيس بوتفليقة بساعات، وربما كان هذا واحد من الأمور التي دفعت في اللحظة الأخيرة القايد صالح لإصدار بيانه الشهير ليلة تنحي الرئيس. لماذا سمح لهؤلاء بعقد، إن كان تم معرفة أنهم عقدوا ذلك الاجتماع الأول، لماذا سمح لهم بالاستمرار طلقاء كل هذه الفترة وقبض عليهم الآن فقط؟ هل هناك صفقة ما، أم هل حسم ما كان يعرف بصراع الأجنحة داخل المؤسسات الجزائرية الآن لمصلحة الجيش بشكل حاسم؟ أعتقد أن عمل الأجهزة الأمنية الجزائرية والعدالة الجزائرية هو عمل احترافي جدا، وليس من العقل أو من الحكمة أنك تعتقل رأس الأخطبوط مباشرة. لابد من قص أذرع هذا الأخطبوط. بدأت هذه عملية القص وتحطيم هذا الطابور الخامس العميل لفرنسا، وغير مستبعد أن يكون حتى عميلا للكيان الصهيوني، لأننا المتشعبة ليسعد ربراب بالصهاينة في فرنسا وشركاته معهم، وحتى علي حداد وشركاته في أمريكا وما إلى ذلك. هذا لا يمكن أن يكون إلا بمباركة رمز الديانات سابقا في الجزائر، اللي هو محمد مدين المدعو توفيق، الذي يلقب نفسه برب الجزائر في عز الإسلام. هذا جرم، وهذا مجرم لابد أن يحاسب على كل جرائمه. هو